تخيل إنك في مكان هو أبعد نقطة عن البشر، صخرة سوداء في وسط محيط هائج، مفيش حواليك غير صوت الموج والرياح وطيور النورس. أنت ومعاك اتنين كمان، شغلتكم الأساسية إنكم تفضلوا صاحيين علشان غيركم يعيش. شغلتكم تنوروا النور للسفن التايهة. ولكن فجأة الزمن بيقف، الساعة عقاربها بتقف، والسرير بيترتب ومحدش بينام عليه، والأكل بيتحط على السفرة ولكن محدش بياكله. 3 رجالة بيتبخروا، مفيش جثث، مفيش دم، مفيش أي علامة صراع. الأبواب مقفولة، الجواكت متعلقة في مكانها، كأنهم قرروا فجأة يمشوا في الهوا ويختفوا. لغز النهاردة هو مش جريمة قتل عادية، لغز النهاردة هو القضية اللي خلت البحرية البريطانية تكتب في تقريرها الرسمي جملة نادرة جدا، وكانت الجملة ديت: لقد حدث شيء لا يمت للمنطق بصلة. فأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف، ومعاكم أحمد الغنيمي. والنهارده في حلقتنا هنفتح ملف لغز منارة جزر فلانن. ففي البداية ما تنساش إن أنت تعمل لايك وفولو للبودكاست على كل المنصات، وبدون أي مقدمات طويلة يلا بينا نبدأ حلقتنا. في البداية عشان تفهم حجم الرعب في القصة ديت لازم الأول نفهم طبيعة المكان، بحيث إن إحنا مش بنتكلم عن جزيرة فيها شجر ورمل وشمس، هي مش جزيرة استوائية خالص. لا، جزر فلانن أو زي ما الصيادين القدام سموها جزيرة الصيادين السبعة، هي عبارة عن أنياب صخرية طالعة من قلب المحيط الأطلسي. هي مجموعة صخور بركانية سوداء في أقصى شمال اسكتلندا، مكان الموج فيه ممكن يوصل لارتفاع عمارة 10 أدوار. متخيل الفكرة؟ والمكان لوحده أساسا كان ليه سمعة وحشة جدا حتى من قبل ما يبنوا المنارة هناك، بحيث إن الصيادين كانوا بجد بيخافوا يباتوا فيها ليلة واحدة. كانوا بيقولوا إن الجزيرة ديت مسكونة بأرواح غاضبة أو مخلوقات صغيرة بتخطف البشر. وعلى أكبر صخرة فيهم الحكومة البريطانية حبت إنها تتحدى الطبيعة، والصخرة ديت كانت صخرة إيلين مور. قررت الحكومة البريطانية إنها تبني منارة ضخمة وحديثة جدا بارتفاع حوالي 75 قدم، حوالي 23 متر يعني. كان نورها بيتشاف من على بعد أميال، وكانوا زي ما بيقولوا المنارة ديت حصن منيع ضد البحر والخرافات وضد أي حاجة. ولكن اللي بيقول طبعا جملة زي كده لازم يحصل فيه بلوت تويست ويحصل فيه أسوأ نهاية. المهم إن بعد الحصن ده ما اتبنى، المنارة ديت محتاجة حد يحرسها، وطبعا لازم أن يختاروا ناس ذات كفاءة. وفعلا اختاروا 3 من أكفأ رجال البحرية. الأول جيمس دوكات، اللي يعتبر الرئيس بتاعهم. راجل عنده 43 سنة وعنده خبرة 20 سنة في البحر. راجل عاقل ومتزن وعنده عيلة و4 أطفال مستنين إن هو يرجع البيت. والشخص التاني توماس مارشال، المساعد التاني، شاب قوي ومجتهد عامة. والشخص التالت كان دونالد ماك أرثر، وده بالذات تحط لي تحته مليون خط، لأن دوت كان بحار قديم جدا ومشهور إن هو راجل خشن، وشاف في البحر أهوال، شاف عواصف وحروب، ومعروف إن هو ما بيخافش من حاجة أساسا اسمها الخوف. وشخصيته كانت قوية وعنيفة كمان أحيانا. فنقدر نقول إنهم فعلا 3 من أكتر الرجال كفءا للمهمة دي. طبعا هما كان عليهم مسؤولية كبيرة، والروتين في الأول وفي الآخر كان ممل وثابت جدا، بحيث إن هما كانوا بيصحوا ينظفوا العدسات، يملوا الزيت، يطبخوا، ويسجلوا حالة الجو. حياتهم كانت ما فيهاش أي نوع من أنواع المفاجآت. وأهم شيء في روتين حياتهم الممل دوت إن المنارة لازم تفضل منورة. كان كل ساعتين بالظبط حد يراقب والباقي يريح، وعمالين يبدلوا مع بعض وهكذا. حياتهم تقدر تقول فعلا إنها كانت مملة جدا، ولكن الأهم إنها كانت حياة آمنة. ولكن الأمر دوت بيتغير لما يجي يوم 26 ديسمبر سنة 1900، يوم البوكسينج داي. وده اليوم اللي بتيجي فيه سفينة الإمداد. وسفينة الإمداد اللي كانت جاية لهم سفينة الإمداد هيرسبروس. سفينة وصلت الجزيرة متأخرة كام يوم، ولكن الأمر دوت كان بسبب سوء الأحوال الجوية. وكان على ظهر السفينة واقف جوزيف مور. وجوزيف مور دوت ده كان الحارس البديل اللي جاي يستلم الشفت ويروح البيت يعيد مع أهله. وجوزيف كان طول الرحلة قلقان، طول الطريق كان حاسس إن قلبه مقبوض. وطبعا انت هتتفهم مخاوفه دلوقتي، ولكن لازم ننتقل لشخص تاني. والشخص دوت كان القبطان جيم هارفي، القبطان بتاع سفينة الإمداد. القبطان كان واقف على سطح السفينة ومستغرب، مستغرب من حاجة على الجزيرة.
بحيث إن كان في روتين معين بيقول إن لما سفينة الإمداد تقرب، الحراس على المنارة لازما يرفعوا العلم ويجهزوا القوارب ويضربوا طلقة ترحيب، وكمان يقفوا على الرصيف الصخري يشاوروا للسفينة. ولكن المرة دي حصلت حاجة غريبة جدا. الجزيرة كانت عبارة عن صخرة صامتة في وسط البحر. مفيش علم، مفيش دخان، مفيش حياة. ده حتى الطيور كانت ساكتة. المنظر كان زي لوحة مرسومة بس ميتة. وطبعا القبطان هارفي حس بقرصة في قلبه كده. ضرب الصفارة بتاعت السفينة، ولكن الصوت رن في الجزيرة كلها ورجع صدى. ومحدش خرج برضو من الجزيرة. قال إن هو خلاص أنا هضرب صاروخ ضوئي في السماء. وضرب فعلا صاروخ ضوئي، والنور نور الجزيرة كلها، وبرضو محدش خرج. هنا القبطان فعلا بدأ يقلق، وبص لجوزيف مور وقال لجوزيف: جهز نفسك وانزل شوف فيه ايه، بس خلي بالك وجهز نفسك للأسوأ. جوزيف مور فعلا بينزل لوحده، وطلع 160 درجة من السلم الصخري اللي كانوا منحوتين في الصخر عشان يوصل بس للمنارة. وهو طالع كان بينده بأعلى صوته: يا جيمس، يا توماس، يا دونالد. محدش فيهم كان بيرد غير صوت الهوا اللي كان بيصفر في ودانه كل ما يطلع أكتر، وصوت طيور النورس اللي كانت بدأت تصرخ كأنها بدأت تحذره من شيء، لغاية ما فعلا بيوصل لنهاية السلم وبيوصل للسور الخارجي للمنارة، وبيلاقي البوابة مقفولة. ودي كانت أول علامة غريبة. لو هما جوه ليه قافلين البوابة الحديد؟ ولو هما بره ازاي البوابة مقفولة من جوه؟ المهم ان جوزيف حاول وعرف ان هو فعلا يفتح البوابة ودخل، وبدأ انه يستكشف المكان. والمكان كان ساقع جدا، وفي ريحة رطوبة وعفن مكتوب. ريحة مكان مهجور بقاله أيام ويمكن أسابيع. وجوزيف بيتحرك في المكان لغاية ما بيدخل المطبخ. وهنا الزمن حقيقي بيقف، لأن المشهد اللي جوزيف شافه في المطبخ كان أغرب من أي فوضى. الجريمة اللي هنا ما كانتش في اللي موجود، الجريمة كانت في النظام. إنه كل شيء كان طبيعي لدرجة الرعب، بحيث إن جوزيف شاف في المطبخ الأطباق كانت مغسولة ونظيفة، والأرض مكنوسة، والساعة اللي على الحيطة كانت واقفة. والساعة دي كانت شغالة بالبندول، يعني كان لازم حد يشد البندول عشان الساعة دي تشتغل. فمعنى كده إن محدش شده بقاله فترة. تقدر تعتبر إن الأمر دوت كانت إشارة كأن الوقت نفسه مات. ده حتى كمان الدفاية الرماد فيها كان بارد تماما، يعني النار اللي كانت شغالة فيها انطفت من أيام ومحدش فكر يولعها رغم البرد القارس بتاع المنارة. ولما بيبص على السفرة بيلاقي التفصيلة اللي جننت المحققين. الأكل كان محطوط، لحمة وبطاطس ومخلل. الأطباق كان فيها بقايا أكل، كأنهم كانوا قاعدين بياكلوا في أمان الله، وفجأة حصلت حاجة خلتهم يقوموا يجروا. جوزيف طبعا بعد كل اللي شافه دوت طلع يجري زي المجنون في باقي الادوار. طلع اوضه النوم لقى السرير مترتبه ومشدوده كأن محدش نام فيها الليله ديت. غرفه المصباح بتاع المناره عامه فوق العدسات كانت نظيفه والمصباح مليان زيت، وحرفيا ان هو جاهز على التشغيل، بس كان مطفي. جوزيف نزل تاني للمدخل واكتشف الدليل اللي خلى القضيه ديت تروح في سكه تانيه خالص. بص على شماعه الجواكت، لقى جاكيت واحد بس متعلق، والجاكيت دوت كان معطف دونالد ماك أرثر. وكان في مكانين لمعطفين تانيين مش موجودين. طبعا انت هتستغرب دلوقتي، هتقولي ازاي ده دليل، ولكن انا هفهمك دلوقتي. المنارة كان ليها قانون أساسي، كان بيقول إن ممنوع خروج أي حارس من المنارة بدون ارتداء المعطف الواقي، وممنوع أصلا إن هم يخرجوا ويسيبوا المنارة فاضية. ومعنى إن في معطفين اختفوا إن دوكات ومارشال خرجوا بمعاطفهم، بس معنى إن معطف ماك أرثر لسه موجود إنه خرج من غيره. فيا ترى إيه اللي يخلي بحار خبير زي ماك أرثر يخرج في عاصفة وتلج بقميصه بس، إلا لو كان خارج في حالة رعب ونسي كل القوانين، إلا فعلا لو شاف كارثة بتحصل قدامه. جوزيف بعد كل اللي شافه دوت رجع للسفينة وهو بيترعش، ولكن ما كانش بيترعش من البرد،
هو كان بيترعش من الخوف. قال للقبطان جملة واحدة بس: اختفوا يا كابتن، المنارة فاضية. القبطان طبعا اتجنن وبعت معاه طاقم بحارة يفتشوا الجزيرة شبر شبر. يمكن وقعوا، يمكن اتزنقوا في حفرة. قلبوا الصخور، نزلوا الكهوف، وبصوا حتى في البحر. مفيش ولا جثة، مفيش رسالة، مفيش حتى طاقية وقعت منه. الجزيرة كانت فاضية تماما وكأنها مهجورة. وكل دوت لحد ما فتحوا سجل المنارة، اللوج بوك، ولقوا إن الحراس سابوا وراهم لغز مكتوب بخط إيديهم، لغز بيحكي قصة أيامهم الأخيرة. سجل المنارة هو سجل المفروض بيتكتب فيه حالة الجو وسرعة الرياح وحاجات روتينية، اللي هو زي تم تنظيف العدسة، الرياح النهاردة شمالية، الزيت كافي جوه المصباح. ولكن اللي لقوه غريب جوه السجل دوت إن السجل دوت كان مكتوب بخط إيد توماس مارشال. واللي كان كاتبه هو كان أبعد ما يكون عن الروتين، لأن اللي كان كاتبه كأنه مذكرات شخص بيفقد عقله بالتدريج، بحيث إن السجل كان بيوصف أيام مرعبة عاشوها قبل ما يختفوا. الكتابات مثلا ديت بتبدأ يوم 12 ديسمبر. توماس كتب: رياح عاتية لم أرى مثلها من قبل في حياتي. وكتب ملاحظة غريبة جدا ما تطلعش من راجل بحرية، جيمس دوكات: هادي بشكل يثير القلق. وكتب كمان إن دونالد ماك آرثر كان واقف بيبكي. ولكن اقف هنا لحظة، دونالد ماك آرثر اللي أنا قلت لك عليه، البحار اللي واجه الموت 100 مرة، كان بيبكي عشان شوية هوا؟ تخيل معايا إيه اللي شافه الراجل دوت علشان خلاه ينهار بالشكل ده. وبعديها كتب يوم 13 ديسمبر. السجل كان بيقول: العاصفة ما زالت مستمرة، الرجال هنا يصلون ويدعون لله. ثانية أقف لحظة، 3 حراس متمرسين قاعدين في حصن خرساني آمن، قاعدين بيصلوا من الخوف. انت فاهم الأمر؟ والأمر غريب قدامك لغاية دلوقتي. لسه المفاجأة الكبرى قدامك دلوقتي. المفاجأة الكبرى بقى فين يا صديقي؟ إن التحقيقات الرسمية بعد ما راجعوا الأيام ديت ورجعوا لسجلات الأرصاد الجوية وسألوا السفن اللي كانت معدية جنب الجزيرة في الأيام دي تحديدا 12 و13 ديسمبر، الكل أجمع على حاجة واحدة بس: إن البحر كان هادي والجو كان صافي ومفيش أي عاصفة حصلت. أمال إيه العاصفة اللي الحراس كانوا عايشين فيها ديت؟ هي دي كانت عاصفة حقيقية بس محدش شافها غيرهم، ولا كانت عاصفة في عقولهم؟ هل التلاتة اتجننوا في نفس الوقت؟ سؤال فعلا ملهوش إجابة، والأمر كان عجيب جدا. ولكن كان لسه في حاجة محتاج إن أنت تقراها في السجل، بحيث إنه في يوم 15 ديسمبر آخر جملة اتكتبت في السجل قفلت القصة دي للأبد: العاصفة انتهت، البحر هادئ، الله فوق الجميع. وبعد الجملة ديت السطر خلص والصفحة خلصت وحياتهم خلصت والساعة وقفت والأكل برد وهم اختفوا. والأمر لحد اللحظة ديت يبان إن هو غير منطقي، ولكن التحقيقات ما لقيتش تفسير سهل أو منطقي. ولكن لما نزلوا يفتشوا المرسى الغربي للجزيرة لقوا دمار شامل بيشرح جزء من اللغز، بحيث إن هم لقوا صندوق معدني وزنه حوالي 100 كيلو. الصندوق دوت كان مخلوع من مكانه ومرمي في مكان عالي جدا ومكسور. ولقوا سور حديد سميك كان متثبت في الصخر، لقوه متني وملوي زي ما يكون ورقة. وبرضه كان في حوالي صخرة وزنها طن كده لقوها متحركة من مكانها. وطبعا ما كانش فيه تفسير لأي حاجة من كل دول لغاية ما بيظهر التقرير الرسمي للمحقق روبرت مورهيد، المحقق اللي مسك القضية دي. مورهيد خلال التحقيقات حاول إن هو يقدم تفسير علمي ومنطقي يريح كل الناس ويريح حتى الحكومة. فقال في استنتاجه إن يوم 15 ديسمبر حصلت ظاهرة نادرة جدا اسمها الأمواج الشاذة. الظاهرة ديت بتبقى عبارة عن موجة عملاقة بتطلع فجأة من بحر هادي ارتفاعها ممكن يعدي 30 متر. فالسيناريو الرسمي اللي رسمه مورهيد بيقول إن دوكات ومارشال نزلوا يأمنوا على الصناديق في المرسى الغربي وشافوا الموجة العملاقة دي جاية عليهم. فدونالد ماك آرثر شاف الكارثة دي من فوق المنارة فنسي معطفه
وخرج يجري على طول علشان يحذرهم، ولكن الموجة كانت أسرع منهم كلهم، والموجة بلعت ال3 ومسحتهم من على وش الجزيرة. ودي كانت النظرية العلمية والتفسير المنطقي. بس السؤال اللي كان بيفضل يزن في دماغ أي حد بيقرا الملف دوت، لو هي فعلا موجة وهم ماتوا يوم 15 ديسمبر، ليه السجل كان بيتكلم عن عاصفة بقالها 3 أيام والجو كان جميل أصلا؟ ليه ماك آرثر كان بيبكي قبلها بيومين؟ وليه والأهم البوابة الخارجية كانت مقفولة من جوه؟ ولو ال3 فعلا اتسحبوا بالموجة وهم بره، مين اللي قفل البوابة وراهم؟ هل يا ترى واحد منهم اتجنن وقتل الاتنين ورماهم وبعدين رمى نفسه؟ ولا زي ما أهل اسكتلندا كانوا بيقولوا إن أرواح الصيادين ال7 قررت إن البشر دوت غير مرحب بيهم فأخدتهم معاها؟ اللغز لغاية هنا بياخدنا قصاد حيطة سب ملهاش إجابة لغاية يومنا هذا. ولحد النهاردة منارة جزر فلانن لسه شغالة، بس بقت أوتوماتيكية بالكامل، مفيش بشر بيعيشوا هناك تاني. بس الصيادين اللي بيعدوا من هناك بالليل بيحلفوا إن هم ساعات بيسمعوا أصوات نداء في الهواء، أصوات بتنده أسامي ال3: توماس وجيمس ودونالد. فهل هم فعلا ماتوا غرقانين ولا شافوا حاجة عقلهم مقدرش يستوعبها؟ السجل قال الله فوق الجميع، ودي كانت آخر كلمات إنسان خرجت من المكان ده. البحر ما بيجاوبش يا صديقي، البحر بياخد بس. وفي أرشفنا بنحاول إن احنا نلاقي إجابات، بس ساعات الإجابة بتبقى مرعبة أكتر من السؤال نفسه. فبس كده، دي كانت حلقتنا وده كان لغز منارة جزر فلانل. فلو عجبتك الحلقة ما تنساش إن أنت تعمل لايك وفولو للبودكاست على كل المنصات. هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن سواء على سبوتيفاي أو سواء على يوتيوب، وهتلاقي اليوزرز تحت في الديسكريبشن برضو عشان لو حابب ان انت توصل لنا او تتواصل معايا في اي شيء. واهم شيء ما تنساش ان انت تشاركنا رايك تحت في الكومنتس وتعمل شير لو الحلقه عجبتك، وتفتكر يا ترى ايه اللي حصل في جزيره فلانن. مستني ارائكم. وكان معاكم احمد الغنيمي، ودي كانت حلقه جديده من بودكاست من الارشيف. واشوفكم في حلقه جديده، ويا رب تروحوا الجنه، وسلام.